مرحبا بكم. هذه شجرة ليمون قمت بإعطائها آه، دفعة من سماد الداب أو الديابي منذ حوالي أسبوع. الآن بدأت الشجرة بالنشاط وبدأت بإظهار نموات جديدة. كما تشاهدون النموات باللون البنفسجي، اللون الأحمر في الأعلى. هذا هو الفرق بين شجرة الليمون وشجرة البرتقال. شجرة الليمون تجدها النموات الحديثة تكون حمراء، أما شجرة الليمون فالنموات تكون خضراء. الآن هذه الشجرة كما تشاهدون بدأت بإظهار الأزهار. بقي حوالي أسبوع إن شاء الله أو 10 أيام وتبدأ بالتفتح. مع العلم أن هذه الشجرة عمرها حوالي سنة. لماذا بدأت بالإزهار في هذه السنة وأعطت بعض الأزهار الجيدة وأيضا حتى نموات جديدة؟ لأن قمت بإعطائها في فصل الصيف بعض الأسمدة مثل سماد النيتروجين حتى بدأت بالنمو بشكل جيد، وقمت بتسميدها بسماد عضوي سماد الأغنام. ودائما أقوم بتنظيف الساق من أي نموات أو سرطانات مائية، وأعطائها بعض الرشات بالمبيد الحشري. قمت بالاعتناء بها بشكل جيد، لذلك هذه السنة بدأت بإعطاء البشائر وأيضا بدأت بالنمو بشكل جيد. الآن أفضل وقت هو الآن لنمو الأشجار، وخاصة الأشجار الحمضية تبدأ بالنمو بشكل جيد، نمو سريع، وأيضا تبدأ بإظهار الأزهار. إن كانت لديك أي مكافحة للحشرات فالآن قم بمكافحة الحشرات في أشجار الحمضيات، وأيضا إعطاء مثبتات الأزهار قبل تفتح الأزهار بحوالي 15 يوم أو أسبوع. وأيضا إن أردت إعطاء بعض الأسمدة مثل سماد NPK متعادل أو سماد الداب، لأن سماد الداب جيد للأشجار لأنه يبطأ في يكون بطيء في التحلل. ويمكنك إعطاء سماد الأغنام. إن أردت مشاهدة فيديو كيفية تسميد بسماد الداب أو الDAP ستجده في أسفل الفيديو في الوصف. قمت بتسميد هذه الشجرة منذ حوالي أسبوع. ستجد كيفية تسميد الأشجار وخاصة الأشجار الصغيرة. أرجو منكم متابعين الأوفياء إن أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.